السلام عليكم. هذه القصة ديال الحاج ميلود الشعبي الله يرحمه، واحد من أكبر رجال الأعمال في المغرب. الحاج ميلود تزاد في مدينة الصويرة في الثلاثينيات، يعني في الوقت اللي كان فيه الحياة صعيبة بزاف. بدا الحياة ديالو كراعي غنم مع الأب ديالو، وكان صغير في العمر. هاد الخدمة علماتو الصبر والمسؤولية. من بعد مشى لمدينة سلا باش يخدم مع الاخ ديالو في مجال ديال البناء. عاشوا في واحد الغرفة اللي صغيرة بزاف، وكبر وعنده رغبة باش يدير شي حاجة اللي كبيرة. كان كيخدم بعرق كتافه، وفي نفس الوقت كان كيرد البال مزيان كيفاش كيسيروا اصحاب الورشات الخدمة وكيفاش كيتعاملوا مع الناس. الحلم والكفاح ديالو قرر يدير شركة اللي صغيرة في البناء، وكان الحلم ديالو هو يكبر. كان كيجمع الفلوس القليلة اللي كان كيربح وكيوفرها باش يشري هذوك المعدات البسيطة للخدمة. وبدون ما يستسلم الحاج ميلود أسس واحد من أكبر المجموعات الاقتصادية في المغرب، وهي مجموعة يانا هولدينغ، اللي عندها شركات في البناء والفنادق والصناعة بحال أسواق السلام والشعبي للإسكان. العبرة من هذه القصة ديال الحاج ميلود الشعبي كتبين باللي أن العزيمة والإصرار هما مفتاح النجاح، ماشي فين تزاديتي ولا شحال قريتي في البداية. راه بدا من راعي غنم ومات هو واحد من أغنى وأبرز رجال الأعمال اللي خلاو بصمتهم في المغرب. الخلاصه ديال هذه القصه، عمرك تستسلم لظروف الحياه وما تفقدش الامل. شي مرات المصيبه اللي كتوقع لك هي اللي كتكون السبب باش حياتك تبدل للاحسن. وهنايا غادي تكون سالت القصه ديالنا، وإلا بغيتي تعرف شي قصص اخرين ديال النجاح بحال هذا الشكل هذا كتبهم لي في كومونتير، وما تنساش معاك ديك اللايك وبارطاجي مع اصحابك، وتهلاو ونتلاقاو في شي قصه جديده ان شاء الله.